انتوا عارفين ده الفيديو الكامل انا حاولت اتكلم فيه في الموضوع وبتلخبط، لان الموضوع انا عارفه ان هو صعب. هو بجد مش عارفه ادخل فيه ازاي، ومش محضره له اي حاجه غير ان انا عايزه اوصل رساله معينه، فهحاول ان انا ادخل في الموضوع على طول. المهم لاي ست مجروحه، اي ست مره بظروف صعبه جدا مع زوجها، وزي ما انا كتبت كده، زوج مثلا خان، زوج عرف واحدة عليكي، او حتى زوج عايز يتجوز، او واحدة خطيبها عرفت ان هو في وسط الخطوبة ان هو بتاع بنات او بيكلم بنات، او حصل اي حاجة فيها الكونسبت ده. يعني اولا لو انتي مخطوبة موضوع مفيهوش تهريج، مفيش حد بيتغير بعد الجواز، او حتى احنا مش هنجازف هو يتغير ولا لا بعد الجواز. خلاص انتي لسه على البر، والدنيا فيها رجال محترمة كتير جدا ملهمش في السكة جديد، فبعيدي خالص عن الموضوع. يعني دي نصيحة لأي خطيبة، بلاش بقى حتة اصل انا بحبه ومش بحبه، الجواز حاجة تانية خالص وهتتبهدلي في الجواز. يعني تمام، مادام اكتشفتي في الخطوبة هتتبهدلي في الجواز. وبلاش عاطفتك يعني تحكمك في ان انتي مفيش غير الشخص ده في حياتي، يعني اللي هو مفيش غير الشخص ده، لا، في اشخاص كتير وان انتي تتجوزي جوازة حلوة ومريحة مع حد محترم تكوني انتي ضامناه ومرتاحة معاه نفسيا، احسن ما تدخلي في جوازة انتي اصلا يعني هتتبهدلي فيها نفسيا بعد كده. اذا كان انتي يعني نفسيا دلوقتي في الخطوبة اللي هو انتي مقلقة، فمتخيلة في الجواز بقى كمان هتبقى عاملة ازاي، فانتي لسه على البر فاخلعي. يعني دي نصيحة. ماشي، فمش هنتكلم على موضوع الخطوبة ده، انا بقى هتكلم على الست المجروحة اللي عرفت مثلا ان زوجها عرف واحدة عليها، او زوجها جه قال لها انا عايزة اتجوز. تعملي ايه؟ اول حاجة لازم تفهمي ست الكل والله ان انا مقدرة جدا 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 اللي انتي فيه، ومقدرة جدا 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 نفسيتك والله، ومقدرة الجرح الكبير اللي انتي فيه، ومش بهون منه خالص. و... وانا عارفة الجرح كبير قد ايه، وبسبب ده انا عاملة الفيديو ده. انهاري وعيطي و... وطلعي كل اللي جواكي براحتك خالص، مش هقولك خليكي قوية والكلام من ده، لا، عيطي وانهاري، بس نصيحة، عيطي وانهاري في غرفة مغلقة. لو انتي مكتشفة الموضوع ده حاولي بقدر الامكان تكوني مع نفسك وتنهاري مع نفسك، دي نصيحة. و... وانهاري مع نفسك، وبعد كده فكري ما بينك وما بين نفسك كده، ولما تاخدي قراراتك وتعيطي عياطك وتنهاري انهياراتك، ابقي شوفي بقى انتي مثلا ممكن تتكلمي مع مين، حد قريب او كده. انما اول الصدمة انا انصح اي ست ان هي، يعني بعد شر على كل الستات اللي داخلين يشوفوا بس فضول، تمام، وربنا يا رب يعني يحل لكل الستات اللي هم في ظرف زي ده، يعني ايه مشكلتها. انهاري في الغرف المغلقة، ما تتكلميش مع حد خالص اول ما تعرفي. انهاري ما بينك وما بين نفسك، لان احنا محتاجين نفسنا. اكتر حد انتي محتاجاه له حاليا هي نفسك، صدقيني والله العظيم، مش اي حد خالص خالص، بالذات في المواضيع دي بيفيد. هتلاقي حد يواسيكي ويطبطب عليكي، بس في البداية لا، في البداية وانتي منهارة لا. يعني ظبطي بس امورك كده وانهياراتك وعياطك والكلام ده كله، بعدين ابتدي بقى فكري ما بينك وبين ايه نفسك، اللي احنا ممكن بقى نتكلم مع مين مثلا عشان يقف جنبنا. عيطي وانهاري يعني وحسي بالجرح، ومش قدام الزوج كده، وعيطي مع نفسك وقولي يا رب انا مش مستحمله، انا تعبانه، انا متضايقه، انا مجروحه. اعملي الكلام ده كله في غرفه، في غرفه مغلقه كده ما بينك وبين ربنا، لغايه ما تهدي خالص بقى. يعني اكتر الستات اللي بتنجرح هي الستات اللي عندهم، يعني كل ما كان قلبك كده طيب وكانت الست طيبه، كل ما بتنجرح اكتر وبتنهار اكتر. طلعي كل اللي في قلبك، وانهاري وعيطي وخرجي كل اللي في نفسيتك، بس خلي بالك في جزء
من عقلنا لازم نفكر فيه. طيب انا اوريدي خلفت منه وبقى بينا وبين بعض ولد، الكلام اللي انا هتكلمه ده ملهوش علاقة خالص خالص ان انتي بتضحي بنفسك عشان الاولاد، لا. يعني نفهم بقى الكلمتين اللي انا اصلا عامله الفيديو كله عشانهم. بصي يا ست الكل، دلوقتي احنا نهارنا في الغرفة المغلقة وطلعنا كل مشاعرنا وانجرحنا وخلاص، بس احنا دلوقتي لازم نبقى اقوياء، لان احنا في حياة لازم نعيشها. انا مش هعيش طول حياتي متنكدة عشان راجل عرف بجد، عشان زوج عرف عليا واحدة. الموضوع كبير وكل حاجة، بس انتي ليه تعملي في نفسك كده؟ يعني ليه تبقي عايشة ألم كبير قوي وهو هيروح ينبسط؟ يعني لو انت حاسه ان هو باعك او بتاع او كلام من دوت او عارف عليكي واحده، اولا لازم تكوني عارفه ان العيب مش فيكي. خلاص، كل واحده بتبقى عارفه عيوبها كويس جدا، وكل واحده بتبقى عارفه هي كويسه قد ايه وهي تستاهل ده ولا ما تستاهلش. وايا كان لو الزوج عرف اصلا ستات عليكي او واحده عليكي او كده وهو في الجواز، تمام، هو عمل سيء بالنسبه ليه كشخصيه، مش بالنسبه ليكي على فكره. يعني هو عمل اصلا غلط، تمام، بالنسبة للراجل مش بالنسبة للست. الست ملهاش علاقة خالص ان الراجل طلع وحش او عرف واحدة او الكلام من دوت. ولو حتى عايز يتجوز، ده مش معناه ان العيب فيكي خالص. ده معناه ان هو سمح لنفسه ان هو يحط نفسه في الوضع ده، وانا مش مسؤولة عن تصرفاته. انتي هو جوزك وكل حاجة، بس عند الناحية دي لا، انتوا اتنين مش واحد. فدي حاجة من الحاجات اللي لازم تحكمي فيها عقلك، ان انا ما اسمحش لحد ابدا ايا كان ان هو يتعب لي نفسيتي او هو يحسسني ان هو يعني في حاجة في الحياة وحشة. يعني انت سمحت لنفسك ان انت تحط نفسك في الوضع ده وما تعمليش حساب، يبقى انا كمان مش هعمل لك حساب واعيط عليك اصلا. تمام. لو انتي زعلانة على العشرة او زعلانة على نفسك او كده، قدر الله مش هفعل، يعني اقل المصائب. يعني اللي هو ايه، يعني بجد فعلا اقل المصائب، اقل المصائب. في مصائب تانية بكتير، يا رب ما تجيش في صحتك، يا رب ما تجيش في ولادك لو انتي مخلفة، فاهمة؟ بس ما يبقاش هو مبسوط وهو عايش حياته وهو حاسس ان في حاجة حلوة في حياته وانا اتنكد علشانه. خلاص، دي الحتة اللي لازم تحكمي عقلك فيها، في انهياراتها بقى اللي هو ايه، حياتها كلها بتتوقف، لا بتعرف تشوف نفسها ولا بتعرف تشوف بيتها، وممكن تعيا جسديا. وطبعا هي ما بتهتمش بنفسها وبتبقى ليلة كبيرة يعني، وبتفضل على طول عصبية. ليه؟ علشان ايه؟ انا يعني مين؟ معلش في الدنيا مين؟ فخلاص يعني هو حر في تصرفاته. تمام. طيب انا بقى بتكلم بقى في حته مهمه جدا، الكونسبت بقى بتاع البيت. انا دلوقتي واحده اتجوزت ومخلفه وعايشه حياه مستقره، وجي جوزي ايا كان بقى واحده لفت عليه، هو يعني ضعف قدام واحده او حتى عايز يتجوز، الا لو الموضوع متعدي حدود الله. يعني اللي هو مش علاقة كلام وبتاع، لا، يعني أعوذ بالله، يعني إن هو يكون في علاقات بقى شديدة أو كده، لا، دي لازم تاخدي فيها موقف، لأني كمان يعني موضوع متعدى حدود الله. هو طبعا ان هو يعرف واحدة او كده او يكلم واحدة بطريق غير شرعي، ده حاجة طبعا يعني برضو يعني ربنا ما يرضاش عنها، بس احنا بنتكلم في الحاجة الأكبر، يعني اللي هو بقى في الحرام الأكبر. ده لازم تقعدي كده تفكري ما بينك وبين نفسك وتمنعي نفسك عنه طبعا. علشان ايه؟ علشان يعني لا، كده في حاجة اكبر من كده ولازم نحل المشكلة. بس تحل المشكلة دي ازاي؟ بجد اقرب بقى شيخ او بتاع او الكلام من دوت، تسألي الشيوخ في الموضوع ده. و... ولو انتي قررتي ان انتي تفضلي في بيتك، ما تقربيش من، يعني حاولي بقدر الامكان بقى ان هو ما يقربش منك او بتاع او الكلام ده، لان الموضوع بيبقى يعني في الموضوع ده مفيهوش تهريج، ولازم فعلا تفكري ان انتي تاخدي موقف جدي من ناحيته. ماشي. انا بتكلم ان هو في علاقة بقى اللي هو عارف ست او كده او حتى عايز يتجوز يعني. نعمل ايه بقى؟ اللي هو ولا اكني انا عارفة حاجة، امشي بيتي زي ما هو، وابقى مهتمية بنفسي جدا ومهتمية ببيتي وعيالي، واضحك في وشه واتعامل معاه عادي جدا.
وما تبادريش في التعاملات الحسنه. بمعنى ايه؟ انا قاعده هاديه بتاع الكلام ده، والله هو جه يكلمني هكلمه بابتسامه، ما جاش كلمني انا قاعده داخل خارج انت هاديه خالص، بتعملي اكلك، بتاكلوا مع بعض، الدنيا الحياه كلها ماشيه عادي جدا. تمام. ولو هو جه اتعامل معاكي بلطف، اتعاملي معاه بلطف، اضحكي معاه بتاع الكلام ده، خلي الحياه عاديه جدا. لا تبالغي في حب، ماشي، ولا تبيني له ان انتي متضايقه ولا زعلانه. واهتمي بنفسك، واهتمي ببيتك، واهتمي باولادك. هو بقى يعني هيحصل له حاجه من حاجتين. اولا ربنا ما بيرضاش بالعلاقات اللي مش كويسه، فهو ربنا مش هيبارك له اصلا في الموضوع. يا اما هتكون علاقه وخلصت، تمام، وهيرجع لبيته وولاده عادي، بس خليكي انتي محتفظه بقيمتك في البيت. انتي لو عرفتيه ان انتي عارفه، الموضوع هيكبر وهيحصل مشاكل. و... وانتي على حسب زوجك، يعني انتي لو انتي عارفه ان انتي مثلا لو اتكلمتي مع زوجك هيتقبل كلام في الموضوع ده، تمام، اعملي كده. انما في زوجات بيبقوا عارفين ان ازواجهم هيحصل مشاكل، ساعتها هتهيني نفسك ومش هتطلعي منه باي حاجه. فعشان كده بقولك احفظي انتي نفسك بان انتي تسكتي لغايه ما هو ايه، نزوته كده تبقى مع نفسه. طب انا اعمل ايه؟ الدعاء اقوى حاجه والله العظيم. وما تستهونيش ان انتي تدعي ربنا كده ان يا رب ابعد عننا الحاجه الوحشه دي، اهدي جوزي، الكلام من دوت. ما تستهونيش بالدعاء، والجئي لربنا، وما تفضحيش زوجك قدام اي حد، لاني ولا حتى قدام اهلك ولا حتى قدام اصحابك ولا بتاع ولا الكلام من دوت. تمام. والجاي كده لربنا، ويا رب حلي لي بيتي. ولو انت مش متقربه من ربنا وما بتصليش والكلام ده كله، اعتبريه ان هو نوع من انواع ان ربنا يعني بيديكي كده اللي هو لا، يعني انت برضو ايه، يعني الحياه مش الراجل ده. لا، ما تهمليش في عبادتك. وخليكي قريبه من ربنا دايما، عشان بجد يعني احنا محتاجين ان احنا نكون قريبين من ربنا. يعني الصلاة والعبادات والكلام من دوت ربنا مش محتاجها مننا، احنا اللي محتاجين ده في حياتنا. يعني احنا اللي محتاجين ان احنا نكون على طول بصلة بالله. فقوي دايما صلتك بالله، وما تستهونيش بالايه، بالدعاء. ومشي بيتك دايما بهدوء، ما تتعصبيش، ما تنهاريش، وما تنهاريش قدام الراجل، وما تنكديش على نفسك. عيشي انت وولادك احسن ايه، احسن حياة كده. اللي هو بيخرج يرجع، انا عايشة حياتي وبتاع وكلام من ده. وتعففي اللي هو في البيت كده، اللي هو يعني ايه، انا مش هتكلم معاك، مش هبادر بكلام معاك، مش هبادر بلطف معاك الا لو انت بادرت. تمام. وبقي قاعده كده كبري، هو داخل خارج عليك، انت ماسكه تليفونك، قاعده بتتفرجي على التلفزيون، قاعده بتقري قران، بتصلي، بتعملي وعايشه حياتك، ولكن في ايه، في اي حاجه. تمام. وده يا ربنا ان هو ايه، والدعاء ما تستهونيش بيه، والله الدعاء ما تستهونيش بيه، وده ليل ونهار، ماشي، ان ربنا يقف جنبك، وان هو ايه، يحللك ايه مشكلتك دي، وان هو يهدي ايه زوجك. قصدي دايما كرامتك ان انت تكوني انسانه هاديه. ماشي. الانسانه المتعصبه والله كده ما بتحفظش كرامتها، بالعكس، هي كده بيتجاب عليها اكتر قوتك في هدوءك، مع عدم ومع رفضك للموضوع، يعني فاهمه. بس انا اللي هو انا عارفه ان انت عامل فيها حاجه كبيره جدا، تمام، بس انا عارفه قيمه نفسي، وانا مش هنكد على نفسي علشان انت عملت غلطه من الغلطات دي. طيب. ولو هو عايز يتجوز عليكي، افضلي في بيتك، ما تتطلقيش، ودي ما تتصدميش فيها. انا هفصل علشان الاذان كان بيأذن وانا فصلت الموضوع، لا اله الا الله. المهم يعني، فهتكلم ومحدش يجي يقول لي هو انا قاعده بس علشان هو بيصرف على عياله يعني لان ده جزء اصلا. انت كده مش قاعده وفاقده كرامتك خالص، ده حقك، ده حقك انت. هو متجوزك علشان هو يصونك ويقعدك في البيت معززه مكرمه، وان انت دورك ان انت قاعده، دورك الاكبر ان انت قاعده ومسؤوله عن الاولاد كأم، ودايره البيت ودايره البيت. بس ده حقك، ده بيتك، ما تسيبيش بيتك وفعلا الخراب مش ان هو يتجوز عليكي، الخراب ان انت تسيبي بيتك، وان انت تخرجي تتمرمطي بره. حتى لو ليكي اهل هيصونوكي بتاع الكلام ده، انت نفسك مش هترتاحي طول ما انت معاكي اولاد، انت مش هترتاحي بره بيتك. فخليكي في بيتك، بيتك ده بتاعك انت،
بس وطول ما هو زوج، هو مقضي طلبات بيته وولاده، خلاص ان هو يتجوز مثلا او ان هو هيروح يتجوز، ده ان انت فيكي عيب. اوعي تحسي ان هو ان انت فيكي عيب خالص. على فكرة طبيعة الرجالة احنا مش فاهمينها. عارفة ان الراجل لما بيتجوز مش معنى كده ان هو بيبقى كاره مراته او ما بيحبهاش او ان هو حتى مش مخلص ليها. بيبقى كده طبع الرجالة اللي هي بتتجوز تاني او كده، او اللي هي بتعرف يعني ستات على مراتاتها. هو بيبقى على فكرة نوع من انواع الطباع. ما بيبقاش ليه علاقة بنظرته ليكي تماما. احنا مشكلتنا ان احنا بنبص ان الراجل عرف ست بره، يبقى هو مش شايفنا انا، لا خالص. تمام. هو عرف يعمل ده، هو سمح لنفسه يعمل ده خلاص، واطلق دنيته ان هو يعمل ده، واطلق رغبته وبتاع والكلام ده ان هو يعمل ده. بس هل معنى كده ان انت مثلا قليله في نظره او ما بيشوفكيش او بتاع او الكلام ده؟ لا خالص. الموضوع فعلا ملهوش علاقه بيكي، الا بقى لو انت زوجه مقصره او كده. وبرده ده ما يديش حق للراجل خالص ان هو يروح يعرف واحده بره او يتجوز او كده. يعني الراجل الصح مثلا ان هو حتى لو زوجته فيها حاجة او كده يحاول معاها مرة واتنين وتلاتة، ولو كده خلاص ماشي، ممكن يبقى له مبررات واسباب، وانتي ساعتها الزوجة اللي هتبقي عارفة انتي فعلا انتي اللي اديتي ان زوجك يتجوز عليكي او كده. والراجل الصح هو اللي لما يجي يروح يتجوز لاسباب. ان انتي تقعدي في بيتك ده مش اهانة لنفسك خالص. وده المحور بتاع الفيديو. يا جماعة لما تسمعوا الشيوخ بيقولوا لكم اصبري، طب انتي ما تطلعيش من بيتك، الكلام من دوت، دي حقيقة والله. والله دي حقيقة. الشيوخ كده مش اللي هو بقى ايه، ان الدين كده والشيخ بيقول اصبري على زوجك. اصبري على زوجك مش عشان زوجك، اصبري على زوجك علشانك انتي الاول. لان يعني انتي ما تستاهليش تكوني مجروحة، انتي ما تستاهليش تكوني اللي هو انتي متنكدة وهو عايش حياته. انتي ما تستاهليش ان انتي تخرجي بره بيتك وتتمرمطي انتي وعيالك بره، حتى لو عند اهلك او بتاع او الكلام من دوت. ممكن يكون اهلك هيعززوكي هيكرموكي، بس صدقيني انتي نفسك مش هترتاحي. تمام. راحت الست هي واولادها في بيتها. فطول ما انتي مستقرة في بيتك ما تسيبهوش، وما تحسيش ان انتي قاعدة كده بقلة كرامة خالص خالص، وان بيتك ده حقك. الست التانية اللي هي مثلا خدته او بتاع بتاخده. طب ان انا عايشة في البيت، تمام، ده بيتك ده حقك. يعني ده اللي ربنا امر اصلا الزوج بيه. سيبكم من موضوع الاندماج ده على دماغنا اللي ظاهر الفترة دي، ومخلي الستات كلها على فكرة متبهدلة. الستات الاندبند هتلاقي اكتر الناس بتطلق وبتاع وكلام من دوت، ومعاهم فلوس، معاهم فلوس، ما عندهم شقق وعندهم عربيات والكلام ده كله. وخصوصا ان احنا بنشوف على السوشيال ميديا دلوقتي الستات بتطلق ومستغنية. ليه؟ لان هو بيدخل لها مثلا فلوس او بتاع او الكلام من دوت، بس هل هي مرتاحة نفسيا؟ والله تلاقيهم كلهم مش مرتاحين نفسيا. والست ان هي تعيش لوحدها دي، ومش بتكلم ان هو ظل راجل او ظل حيطة، انا بتكلم ان ده بيتك، ده بيتك. والحاجتين الوحيدين اللي لو يعني مش موجودين في الراجل، خليكي مع الراجل بقى اللي هو سرح بتاعك. سيبيه يسرح وهيرجع. صدقيني، يعني هيرجع وهيحس بغلطه، هيحس بغلطه مادام غلط. يعني ربنا ما بيباركش في الحاجة الغلط. دي حاجة انا لازم، بس هو لو بعد حين. تمام. فسيبيه هو يخوض تجربته، وسيبيه هو يحس بغلطته. ولو حتى ما حسش غلطته، يا ستي انا برضو قاعده في بيتي وبتاع وكده، وليا قيمتي وليا كرامتي. انا ليا قيمه وانتي ادي نفسك قيمه، بس في بيتك. ايه القيمه ان انتي تديها لنفسك؟ ان انتي ما تنهاريش، ان انتي ما تحسسوش ان انتي زعلانه، ان انتي ما تحسسوش ان الموضوع كبير عليكي. انا في مره شفت اعلان كده، كان مسلسل في التلفزيون، اعلان بس هو مسلسل خليجي يعني. ان الزوجة الراجل هيتجوز عليها او كده، فدخل عليها فلقاها قاعدة بتتفرج على التلفزيون وهي خلاص عرفت وفي مشكلة. يعني انا ده اللي انا فهمته من الاعلان بس بتاع المسلسل. فهي قاعدة في التلفزيون قاعدة بتاكل بيتزا، لدرجة ان في المشهد ده يعني مطوح كده كرتونة البيتزا في وشها من كتر ما هي كانت باردة. اهم حاجة في الراجل حاجتين، ماشي، ان هو الراجل البخيل، وده الرسول عليه السلام اللي هو يعني فعلا فعلا حرص منه، ماشي، وقال ان ده اسوأ زوج، اللي هو الزوج البخيل، اللي هو فعلا يعني
مخليكي حتى على طول انت واولادك محتاجين، مخليكي محتاجه، مش اللي هو الجوز البخيل بقى اللي هو مثلا بيجيب فرختين في الاسبوع، ما بيجيبش 4، ما بيجيبش انواع جبن شيدر ومش اصل في ستات اللي هو يقول لك ده ما بيجيبليش كده، لا اللي هو مثلا اللي هو ده يعني ايه، ده مثلا بيديني مصروف قليل مش كتير بتاع الكلام من ده. دي حاجات يعني، دي حاجات كده تتعدى ممكن نتكلم فيها بعدين. بس انا هتكلم في الراجل البخيل اللي هو فعلا انتي يعني مش معيشك حياة آدمية، مخليكي انتي وعلى طول وعيالك محتاجين، مخليكي ان انتي مثلا تمدي ايدك للناس بتاع الكلام ده اللي انا ساعتها اقولك يعني انتي كده مش عايشة مع راجل اصلا، واكيد معنويا مش مستفيدة منه بأي حاجة، فده هتعيشي معاه ليه، هتكملي معاه ليه. تاني حاجة الزوج اللي بيهين، تمام، الإهانة دي اللي انتي ما تتقبلهاش في الدنيا، سواء إهانة بالألفاظ سواء بالضرب، الكلام ده اللي أنا فعلا بتكلم ان انتي اوعي تتقبليه في حياتك ابدا. بس سيبيه، ماشي، انا قاعده في بيتي معززه مكرمه، سيبيه بقى يعرف غلطه، ربنا هيعاقبه يعني ب- بالشكل اللي ربنا يبقى شايف ان هو هيعاقبه بيه، لان ربنا ما بيرضاش ابدا على العلاقات مثلا الحرام او كده. وهو مسؤول عن نفسه في الحته دي، انتي مالكيش علاقه بالموضوع خالص، ده حقيقي. وما تنكديش على نفسك. خراب البيت، ما تخربهوش ان انت تطلعي بره بيتك او ان انت تطلبي الطلاق. مع السلامه اللي عايز يمشي، زي تقريبا كان في اغنيه كده. ماشي، انا طب انتي، انا قاعده في البيت زي الفل، وبالعكس اهتم بنفسي اكتر واظبط دنيتي اكتر وافرح مع اولادي اكتر، وما نكدش على نفسي ولا على اولادي. وصدقيني هو لما يشوف ان انتي اصلا ما حطيتهوش في دماغك او انهارتي عشانه او كده، هو هيحصل له ايرور على فكره، يعني الراجل نفسه هيحصل له ايرور لو ماشي مع السلامه. مش هيكون ليكي رد فعل، هيكون رد فعل في ايه؟ انت سبت فانا هتمسك ليه؟ بس ده ملهوش علاقه ببقى ايه الشكل بتاع الجواز، ان احنا في بيت واولاد والكلام ده كله، ده انت مش هتأثر في بيتك او بتاع او الكلام من دوت، تمام، فتمام وزي الفل. هو غلطته هيفهمها في يوم من الايام، وحقك هيرجع لك، يعني ربنا مش هيسيبهولك، هيرجع لك. بس صدقيني ما تضيعيش حقك بالانهيار قدامه، ولا بان انتي تحسسيه ان الموضوع كبير جدا بالنسبه لك. مادام الموضوع ما كانش كبير بالنسبه له ان هو يروح يتجوز عليكي، يبقى انتي كمان الموضوع ما يبقاش كبير بالنسبه لك خالص. ده اللي انا بتكلم فيه. اوعي تنهاري قدام حد، انهاري في الغرفه المغلقه، وخلي الموضوع ده ما بينك وبين ربنا بس، نفسيتك دي خليها ما بينك وبين ربنا بس، وطلعيها في الغرفه المغلقه. كانت اسعاد يونس كانت جايه في مره في لقاء، كانت بتحكي عن حياتها وكده، كانت من اقوى الحاجات اللي انا سمعتها منها. هي دخلت في مره الاوضه، قعدت تعيط وبتاع وكده، وولادها حتى كانوا حاسين ان هي بتعيط جوه الاوضه، بس هي خلصت البتاع وطلعت للحياه بقى، لولادها وللحياه بشكل قوي. وكان من ضمن برضو الحاجات القوية اللي انا سمعتها في اللقاء ده، ان هي كانت مقررة جات كده قرار ليها وهي بنت، لما مش عارفة والدها توفى او حاجة، ان هي قررت ان هي ما تعيطش تاني او ما تبينش ضعفها قدام حد. وده على فكرة احسن قرار ممكن تاخديه، اضعفي وعيطي وكده، زي ما بقولي كده في الغرفة المغلقة، طلعي كل حاجة مع ربنا، اقعدي كده وقولوا يا رب انا كذا وكذا وكذا وكذا، ومحدش هيسمعك زي ربنا، ومحدش هيحس بيكي زي ما ربنا هيكون عارف اللي جواكي، وربنا الوحيد اللي هيقدر يطلعك من اي محنة. صدقيني البشر محتاجينهم وكل حاجة ويأزروكي والكلام ده كله، بس في محن كده معينة صدقيني م- البشر مش هيفيدوكي فيها خالص. احتفظي بيها لنفسك، وخليكي بس كده ما بينك وبين ربنا، وربنا هيفك محنتك. صدقيني طول ما انتي مغلطتيش، طول ما انتي انسانة كويسة، طول ما انتي زوجة كويسة وما قصرتيش، لو هو غلط ربنا هيجيب لك حقك، لو هو جرحك ربنا هيجيب لك حقك. وانتي ما تهدريش حقك ان انتي تهملي في نفسك ولا في نفسيتك ولا في اولادك ولا في بيتك، ولا تنكدي على نفسك علشان حاجة زي دي. هي حاجة كبيرة بالنسبة لك عاطفيا، بس صدقيني انتي اكبر منها، يعني انتي اكبر من الحدث نفسه، نفسيتك اهم واكبر من الحدث نفسه.
وحياتك اهم. فما تنكديش على نفسك. ودي النصيحة. وانا عارفة ان الفيديو طول، بس فعلا ما عرفتش اختصره خالص. ويا رب تكون الرسالة وصلت، ويا رب يفك محنة كل واحدة، وخليكي عاقلة كده وما تسيبيش بيتك، وخليكوا دايما عاقلين كده في ناحية المشاكل الزوجية. لان بجد اي واحدة لما بتمر باي مشكلة زوجية بتحس ان هي الوحيدة اللي في العالم اللي مر بيها. لا صدقني العالم كله فيه مشاكل، وكل الستات بيمروا بكل حاجة انت ممكن تكوني مريتي بيها. بس هو الفكرة بس ان البيوت مغلقة يعني، فمحدش يعرف اللي في البيوت، ومحدش يعرف اسرار البيوت، ومحدش مرتاح. اهم حاجة انت الكنترول بتاعك ناحية الحدث ايه. فكل ما انت بقيتي اهدى، كل ما انت حفظتي كرامتك اكتر. وصدقيني نفسيتك اهم من اي حدث وحش ممكن يحصل في الحياة. فتوكلي على الله كده واستعيني بالله، وهدي نفسك وهدي نفسيتك، والجئي لربنا. واوعوا يعني نصيحة بقى لكل الستات والبنات، اهم حاجة بجد، اهم بقى علاقة في حياتكم هي علاقتكم بربنا. ما تبعدوش، ما تهملوش في صلاتكم، ما تهملوش في علاقتكم ولا عبادتكم مع ربنا. لان دي العلاقة القوية واللي باقية، اللي هتحميكم في الدنيا. وهي دي العلاقة اصلا احنا جايين بيها الدنيا عشانها. يعني باقي العلاقات والله يعني مسواش حاجة جنب ان انتي فعلا تكون اقوى علاقة في حياتك بربنا. ربنا لا يحميكي من كل شر. وهو ده الهدف اصلا احنا جايين في الدنيا علشانه. وفي نفس الوقت علاقتك بربنا ضعيفة، انتي هتكوني ضعيفة في الحياة. علاقتك بربنا قوية، انتي هتكوني قوية في الحياة. ربنا هو بس اللي بيحمي، ربنا هو بس اللي بيقدر، ربنا بس هو اللي تقدري تستعيني بيه، ربنا بس هو اللي يقدر يحللك مشاكلك حتى نفسيتك كده. لما تتعاملي بيها وتقربي بيها من ربنا، واللي هو يا رب كذا 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 كذا، ربنا بيسمع، ربنا ما بيغزلش، ربنا هو مالك الملك وهو اللي بيعطي. كل حاجة عند ربنا. فقوي علاقتك بربنا، حياتك كلها تبقى قوية، ونفسيتك تبقى قوية، وانتي تبقي إنسانة قوية. يا رب يكون الفيديو كان مفيد، وأكون وصلت الرسالة، وربنا يفك كرب كل واحدة يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.